السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ حاجة يمكن تغير نظرتك لكل اللي فات في حياتك. مش كل واحد عنده سنين كتير في الشغل يبقى عنده خبرة، ولا كل واحد عاش قصص كتير بقى عنده نضج، ولا كل واحد وقع واتعلم بقى عنده وعي. الخبرة مش عدد، الخبرة وعي. الخبرة انك تبص وراك وتشوف انت طلعت بايه، مش بس ايه اللي حصل فيك. عارف الناس اللي تقولك انا ليا 15 سنة في المجال ده؟ كويس، بس السؤال الحقيقي، انت ال15 سنة دول كنت بتتعلم فيهم ولا كنت بتكرر نفس السنة 15 مرة؟ في ناس واقفة في نفس مكانها، نفس الشكاوي ونفس الأعذار، تقول أنا عندي خبرة، بس الحقيقة إن الزمن لوحده مش بيعمل خبرة. اللي بيعملها هو الفهم. ليه حصل كده؟ وليه أنا اتصرفت كده؟ وليه النتيجة دي كانت بالشكل ده؟ في ناس عايشة على ماضيها، انا زمان كنت كذا، انا عديت بتجارب صعبة، انا شفت اللي محدش شافه. كويس، بس وبعدين؟ انت شفت كل ده عمل فيك ايه؟ اتغيرت ولا بس بتحكي؟ الماضي مش شهادة خبرة، هو مادة خام، اللي يطلع منها معنى هو اللي بيتطور، لكن اللي يفضل يحكي فيها كأنها بطولة بيبقى عايش في أرشيف مش في حياة. الخبرة الحقيقية إنك تبقى أهدى، تتعامل مع المواقف وانت فاهم نفسك والناس، تبقى عارف امتى تسكت وامتى تتكلم، امتى تسيب وامتى تمسك. الخبرة مش انك ما تتعورش، الخبرة انك لما تتعور تعرف توقف ازاي النزيف بسرعة، مش انك ما تغلطش. الخبرة انك تبطل تبرر الغلط. الناس بتفتكر الخبير ده هو اللي حافظ كل حاجة، بس الحقيقة ان الخبير ده هو اللي عارف حدود نفسه. كل تجربة ليها درس، بس مش كل حد بيشوف الدرس ده. الفرق هنا هو الفرق بين الخبرة والمظلومية. اللي عنده خبرة بيخرج من أي تجربة وعنده وعي جديد، مش بيخرج منها بكراهية أو خوف، بيفهم إن كل حاجة عدت كانت جزء من بناء شخصيته. الخلاصة إن الخبرة مش بعدد السنين اللي انت عشتها، ولا بعدد المرات اللي وقعت فيها. الخبرة بعدد المرات اللي فهمت فيها نفسك بعد كل وقعة، بعد كل موقف انت تعرضت له وما كنتش عارف ازاي تتصرف، بس فجأة لقيت نفسك عرفت تتصرف فيه. خلي دايما عينك على الفهم مش على المدة. خليك دايما الشخص اللي كل تجربة بتخليه أنضج مش أقدم. وشكرا.